توصل لها، ما تخليش بعد ما توصل لكلية انت مش عايزها وتبص تلاقي واحد في الكلية اللي انت كنت عايزها وتروح تندم بعد كده وتقعد تعيط. قوم اشتغل من دلوقتي، ما تفضلش قاعد على تليفونك وبس بتسمع لي ريلز وتيك توك وفضايح ومش عارف ايه، ولما يجي وقت النتيجة تروح تزعل. لا ما تزعلش يا حبيبي، ما انت عملتش ده عشان تاخد ده. قوم يا قوم لو عايز الكلية اللي انت عايزها، لو عايز الكلية اللي نفسك فيها، قوم دلوقتي. لما تشوف واحد وصل للكلية اللي كان نفسك فيها وانت ما وصلتش وبتبص عليه من كلية تاني، أكبر من وجع يوم النتيجة، هتكون أكبر من وجع يوم النتيجة. فقوم وصل للكلية اللي انت عايزها عشان بعد ما تلبس البلطو أو لما تمسك المسطرة أو توصل اللي انت عايزه يعني، ما تندمش، ما يكونش عندك ذرة ندم، تكون فرحان بنفسك، فخور بنفسك، واثق من نفسك. حتى ثقتك في نفسك هتزداد بعد ما تنجح. بعض الطلبه للاسف بتخدع نفسها، فبتقع في فخ الشيطان بينصبه كده على شكل شباك حوالين الانسان. بيعمل ايه؟ بعض الناس بتخدع نفسها اما بالهروب واما بالغش. طالب النهارده بيريح دماغه، يقول لك يا عم انا لو امتحنت امتحان شامل وانا مش الدنيا مش ظابطه معايا، اجيب درجه وحشه، اجيب درجه وحشه، يبقى انا كده هظهر قدام نفسي وحش. طب وليه؟ طب ما انا ممتحن. وانا هنا مش بتكلم على العربي، العربي لو ما امتحنش حر براحتك، از لا تتحمل التبعات. لكن انا بكلمك في المطلق العام، انا هنا مش بكلمك على العربي بس، بكلمك في المطلق العام. انت كده بتهرب من المشكله، ومحدش في التاريخ الحديث وفي التاريخ القديم منذ الازل هرب من المشكله ونجح في اللي هو بيعمله. محدش. محدش. ده انت اصلا عندك قصه سيدنا يونس، عندك قصه سيدنا يونس، ومش هروب يعني، ده مش هروب يعني، مش زي لا يقاس. سيدنا يونس عليه السلام بس العقاب علشان خاطر ايه؟ انه خرج من المدينه اللي بيدعو فيها قومه دون ان ياذن الله له. هو استيأس، حاسس ان هو ايه؟ مش هيأمن، مش هيأمن، لا مش هيؤمنوا دول، مش دعاتهم كتير مش هيؤمنوا. اروح ادعو حد تاني ومش بيتكلم في ان هو، واحنا هنا مش بنتكلم على سيدنا يونس ان هو عمل كده على هوا وان هو لا وان انا خالص. ده هو كان شاف من وجهه نظره ان لا خلاص قومه مش هيؤمنوا بيه، فخرج دون ان يأذن الله له. فكان العقاب، والعقاب هنا مش العقاب احنا ده درس يا جماعه احنا بنتعلمه. وهتفتكر ان اخبار القران لنا بسير وقصص الانبياء عشان حضرتك تقرا القصه وتقول والله انا عارف قصه سيدنا يونس او قصه سيدنا يوسف. لا، انت عشان تتعلم منها، انت تتعلم منها، فتقراها وتتعلم وتقول بص الحياه ماشيه ازاي، حتى ما فيهاش محاباه لاي حد. فما فيش حاجه اسمها انا لما اهرب انا كده بريح دماغي. انت بتبقى عامل زي الاطفال، زي الطفل. عارف الطفل لما بيجي يستخبى بيعمل ايه؟ بيخبي نفسه ورا الستاره، بيخبي الجزء اللي هو خاص بالرؤيه بتاعته، فبيستخبى ورا الستاره ونص جسمه باين من تحت وهو فاكر انه مستخبي. طفل. فاوعى تتعامل مع المشاكل بالهروب، رقم واحد. رقم اتنين، اوعى تتعامل مع الموضوع بغش. لاني حتى لو انت هتقول لي ما هو اصل الغش هنا يا استاذنا مش مترتب عليه حاجه يعني، وان ده مش مترتب عليه مستقبلي، فبالتالي انت خدعت نفسك. مش محتاج تخدع نفسك، لان في النهايه يا صديقي انت مش محتاج تثبت لي، ولا محتاج تثبت لبابا، ولا محتاج تثبت لماما، ولا محتاج تثبت للبيئه اللي حواليك، ولا محتاج تثبت للمجتمع حاجه هي مش موجوده فيك. انت لو فعلا مش على قدر من الثقه وعلى قدر من الجد وعلى قدر من العزيمه وعلى قدر من المروءه وعلى قدر من الرجوله، خلاص. لكن ما تثبتش حاجه للناس انت مش هي. ما تثبتش، مش محتاج على فكره. لو كل الناس اجمعوا قالوا انت جامد، انت في النهايه لو انت مش جامد انت مش جامد. حتى لو قلت عليك ما شاء الله، حتى لو كل الناس شاورت وقالت ده بص ده الواد ده ما حصلش، انت فعلا لو مش كده كلامنا مش هيفرق في حاجه ولا قد ولا اخر. وياما ناس احنا قلنا عليهم جامدين، هل هم كانوا جامدين؟ لا. يعني هل اتعاملوا في الحياه بنجاح زي ما احنا كنا بنوصفهم؟ لا. وتلاقي حد الناس كانت بتوصفه انه الواد مش نافع يبقى ناجح جدا. ليه؟ كلام الناس ليس له قيمه في الحاجات دي يعني، ليس له قيمه. فانت مش محتاج تثبت لحد حاجه، ولا بالهروب ولا بالغش. فاياك تخدع نفسك ولا بالهروب ولا بالغش. خلاص سيدنا؟ تمام. يبقى انا قلت بس اكد على الحاجات دي عشان هي في غايه الاهميه.
طول ما انت في ثانوي او اعدادي او ايا كانت المرحلة التعليمية اللي انت فيها، اكيد هتواجهك مشكلة التراكم. اكيد في محاضرة ورا محاضرة ورا محاضرة اتراكمت عليك غصب عنك لسبب او بدون سبب، سواء كان كسل منك او سواء كان ظروف خارجة عن ارادتك، وانت يا عيني ضايع. نفسك تبقى مرتاح ومنظم وقتك ومفيش حاجة بتروح عليك، مفيش حاجة فايتاك ولا حد سابقك. يبقى الحل في الكتاب ده. لطلب الكتاب هتلاقي رقم التواصل واتساب او تليجرام في اول كومنت، ولو ما عندكش واتساب او تليجرام متاح انستجرام كمان فهتلاقيه في اول كومنت. هتتلك المفتاح وانت عليك تنفذ. وانت وماشي هتلاقي 3 اعداء: نفسك، صحابك، شيطانك. لو نفسك بتأمرك ان انت تفكك من المذاكرة، تكون مثلا بتذاكر وتروح تلاقي نفسك مرة واحدة مسكت التليفون وفضلت تقلب فيه، امسك التليفون ده وارميه من الشباك، ما يفضلش جنبك، تليفونك مش جنبك وانت بتذاكر. نفسك تأمرك بحاجة، اعمل عكسها، اعمل عكس اللي نفسك تأمرك بيه. انت مش عبد لنفسك، ما تخليش نفسك هي اللي تمشيك. خلي عندك قناعة، خليك راجل، خليك راجل استرجل، وامشي بمبدأك، امشي بانك لازم تتعب، لازم توصل لحتة الارهاق دي، عشان لو ما وصلت لهاش مش هتوصل للي انت عايزه. صحابك بقى ايا كان صاحب بيشدك لحاجة غلط، او صاحب بيبعدك عن اللي انت عايزه، او بيعطلك عن طريقك، قول له معلش يا اسطى، انا مش معلش، بس انا الفترة دي اعتبرني غايب، اعتبرني سافرت، انا مش موجود دلوقتي لحد ما تخلص السنه دي، لحد ما اوصل للي انا عايزه. بعد ما اوصل للي انا عايزه ماشي، مفيش مشكله، تعالى. وغير كده هتلاقيهم كلهم جم بعد ما تنجح انت. اما لو فضلت زي ما انت دلوقتي وفشلت، هتلاقيهم هم وصلوا وانت قاعد زي ما انت، ومحدش هيجيلك، محدش هيبصلك، محدش هيتكلم عنك اصلا. ما انا قلتلكش كمان ان كل ما يبقى ليك قيمة هتلاقي الناس جاية عندك وبتلزق فيك. اما لو ما كانش ليك قيمة مش هتلاقي اي حد بيبصلك اصلا. انت ايه، عبارة عن ايه في الزمن ده او في الدنيا دي؟ الانسان بقيمته، الانسان بهو ايه، الانسان وصل لايه، نجح في ايه النجاحات اللي هو عملها. ما نجحش في اي حاجة يبقى انسان ملوش اي 30 مليون لازمة. شيطانك بقى، شيطانك ده اللي بيكسلك عن الصلاة، اللي بيكسلك عن الفروض، اللي بيكسلك عن ان انت تعمل الصح. امشي وراه يا حبيبي، امشي وراه، وشوف بعد ما تكسل من الصلاة هتكسل في ايه، وبعد ما تبطل فروضك هتبطل ايه. كل حاجة لها علاقة بالدين لها علاقة بحياتك. انت لو مش ناجح في دينك مش هتنجح في حياتك. انا عارف انك لو عوزت اي حاجة هتعملها وغصب عن اي حد. ربنا معاكم ويوفقكم ويوصلكم للي انتوا بتحلموا بيه واللي انتوا بتتمنوه. اخر حاجة ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات. يلا كل واحد دلوقتي ينزل في الكومنت ويكتب بالكلية اللي هو نفسه فيها، ويا جماعة ندعي لبعض لعل دعوة واحد غريب تبقى مستجابة. اخر حاجة حابب افكركم بيها،